بيكم فيديو جديد، فيديو رمضان. انا يا جماعه طفله في استقبال رمضان. عايزه يبقى عندي فانوس، عايزه يبقى عندي زينه متعلقه في البيت، عايزه يبقى عندي يعني حاجات كتير قوي 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 من طقوس رمضان اللي بتفكرني في رمضان بتاع زمان. شفتوا بقى الفانوس الحلو ده جديد لسه جاي اهو، جميل قوي قوي وحلو. ده بقى عايزه اقول لكم هو بيغني. فرمضان كريم علينا يا رب، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهله علينا بالخير واليمن والبركات. عايز اتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهي حاجة واحدة تتدربي عليها من هنا لغاية رمضان وتعمليها في رمضان وتتعودي عليها. الحاجة دي مش عبادة تقيلة ومش حاجة استعداد قوي بقى احنا بنستعده لرمضان او كده، لا خالص. الحاجة دي هقولك على شوية حاجات تاخدي منها حاجة واحدة او عادة واحدة تعمليها قبل رمضان. ممكن ان انتي اول حاجة تقفلي الموبايل قبل النوم ب10 دقايق، وتبدأي كده تفكري في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليكي، وتمتني للنعم دي وتحمدي ربنا سبحانه وتعالى في الهدوء كده، وتشكريه على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة حب الناس، نعمة الولاد، نعمة الزوج، اي نعمة عندك، نعمة الاب والام، تفتكريها كده وتستشعريها قوي، ويبقى عندك امتنان كده لنعم ربنا سبحانه وتعالى عليكي، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يديمها عليكي ويحفظها من الزوال. دي حاجة ممكن تعمليها وتدربي نفسك عليها، ان انت دايما تعمليها. يعني انت هتدربي عليها قبل رمضان، هتعمليها طول رمضان، هتتعودي عليها بعد رمضان. ممكن كمان ذكر معين دايما يبقى على لسانك، ولسانك كده يبقى رطب بذكر الله. ده مش محتاج عبادة تقيلة، ولا محتاج ان احنا نهيئ نفسنا ولا الكلام ده كله. زي الاستغفار زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات، تواظب عليه، زي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، زي الدعاء لأولادك، زي الدعاء لنفسك ولأولادك ولزوجك. الدعاء، عبادة الدعاء، ان احنا ننميها برضو جوانا، وان احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة احنا نفسنا فيها. فربنا سبحانه وتعالى هيديلنا النعمة دي برضو، ونتعود عليها من هنا لغاية رمضان، ونتعود عليها كمان بعد رمضان. ففي امور انت ممكن تعودي نفسك عليها من غير مجهود ومن غير ما تكون عبادة قوية. الورد القرآني، الورد الرياضي، ان انت مثلا تشوفي اوقات المستجاب فيها الدعاء تحاولي ان انت ترضي كل اللي حواليكي. ربنا ان شاء الله يهل علينا رمضان بالخير واليمن والبركات. انا عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للفيديو. يعني لو انتوا بتشوفوا القناه لاول مره اعملوا اشتراك، انزلوا تحت كده دوروا على كلمه اشتراك او سبسكرايب واضغطوا عليها. هتلاقوا طلع لكم 3 انواع من الجرس. هتفعلوا الجرس اللي هو اسود علشان يوصل لكم الاشعارات بتاعه الفيديوهات كل شويه. عايزاكم كمان تكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في الفيديوهات اللي انا بقدمها، وعايزه برضو تقولوا لي مدى الاستفاده منها. هل بتنفذوا اللي احنا بنقوله فيها ولا لا؟ عايزه برضو تقولي في الكومنتات مين جاب الفانوس بتاع رمضان، ومين بيعلق الزينه، ومين استشعر كده ان احنا داخلين على ايام جميله. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا جدا، وما تنسوش تحطوا لايك، وما تنسوش تكتبوا تعليق حلو منكم. بحبكم، مع السلامه.